لو عندك كيس كنافة من رمضان، تعالوا من غير تكلفة هنبسط بيه الولاد، سهل وبسيط وهيرطب على القلب في الأجواء الحر ده، وإن شاء الله هينول إعجاب الحلوين. هنسمي بالله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وهقولك لو ما عندكيش برضو كنافة، في مكون تاني تقدري تعملي بيه بنفس الوصفة، إن شاء الله أنا متأكدة هينول إعجابكم. حرفيا كده طعمه خفيف ولذيذ، وزي ما قلت لكم لو ولادك حتى مش بيحبوا الكريمة، ان شاء الله هيحبوها بالطريقه دي اللي هي كريمه القشطه، او كريمه القشطه الكدابه زي ما بنسميها. حرفيا طعمها خطير، وزي ما انتم شايفينها حتى بعد ما بتدخل التلاجة بتطلع سايحه كده. علشان كده قلت لكم هتعجب ولادكم باذن الله. هنسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا بقى كده احلى شغل مع بعض. كيس كنافه مخرجاه من الفريزر تفككيه بايديكي، او لو عندك كبه سهلي على نفسك الموضوع عشان بتبقى مجمده وكده وعلشان ايديكي. نقصتها على صينيتين علشان خاطر تاخد معايا لون بسرعه، لان انا هدخلها الفرن تحت الشوايه. لو انت حابه تحمريها على البوتاجاز اصغر عين عندك وبتهدي النار، وبرده خلي الكميه تبقى خفيفه في الصينيه اللي هتحط فيها او في الطاسه في العموم يعني. هنا بعد ما اخدت معايا لون مع شويه سمنه كده نزلت بيهم، بيبقى لونها تحفه، بتبقى مقرمشه كده وخطيره. بكون عامله لها احلى شربات. كوبايه سكر، كوبايه ونص من الميه، نص عصره ليمونه، حاجه بسيطه من الفانيليا. بتاخد 8 دقايق على النار، بيبقى الكنافة سخنة والشربات بارد. لو انت حباها تبقى طرية معاكي، انا حقيقي عشان حابة الكنافة تبقى مرمشة معايا كانت الكنافة باردة والشربات برضو كان بارد. ليكي حرية الاختيار في الموضوع ده زي ما اتفقنا. لو انت حابة الكنافة مقرمشة معاكي هتحطي الحاجتين باردين، الشربات والكنافة. لو حباها تكون طرية، اي حاجة في الاتنين في العموم يعني تكون سخنة معاكي، سواء الشربات او سواء الكنافة. هنا هبدأ اقلبهم مع بعض. كان سكرها مظبوط. المج بتاع الشاي المتوفر في كل بيت، انا استخدمت المج ده، نفس المج استخدمت بيه سكر واستخدمت بيه الميه، كوبايه ونص ميه وكوبايه سكر. هبدا كده اضغط عليها علشان تبقى متماسكه وتطلع معايا قطع زي ما قلت لكم، لان انا كمان عاملاها مقرمشه ما هيش طريه. تعالوا بقى نعمل احلى قشطه او كريمه القشطه. لكل معلقه هرميه من بتاعه الاكل نشا، قصاد منها مج برضو من بتاع الشاي، اللي هو اللي موجود عندنا في بيوتنا، حليب. نزلت بأربع معالق من بتوع الأكل هرميين نشا. هستخدم الكوباية دي المقدار بتاعها 200 مللي، لأن المج برضو مقداره 200 مللي. الكوباية المعيارية أكبر كوباية معيارية موجودة في الكوبايات. هستخدم قصاد منهم 4 كوبايات من الحليب أو اللبن، يا حلوين حسب ما بتسموه، لأن في ناس بيختلط عليها الأمر. هنزل بمعلقتين 3 من القشطة بتاعت برضو